بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. خواتي، اليوم جيتكم بطبق الجلبانة التي كنت حمرتها في الفرن مع الدجاج والبطاطا. تابعوا إلى معه الأخير وكنتم تعرفوا التفاصيل. نجيبوا كمية من البصل، تكوني قطعتيه، تجيبي دير عليه كمية من الثوم ولا الكزبرة الخضراء، كذلك ملعقتين من الزيت، تجيبي التوابل اللي عندك. عندي اولا الملح، ثم ثم الكمون والكركم والزنجبيل، كمية قليلة فقط من الزنجبيل، غلاء القرفة والفلفل الأسود والكزبرة المطحونة. هنا المكونات المصاحبة، وهي الجبن والبيض والبطاطا. هنا هو الدجاج بعد ما كنت غسلته ونظفته، تديريه على الخليط اللي درتيه وتحركي جيدا حتى يتجانس كل اللحم تاع الدجاج يتجانس مع المكونات. ثم تديريه ترفعيه للنار وتحاولي انك تقلبي جيدا فوق النار حتى تشوفيه قلاء مليح. ثم بعد ما يكون غلاء مليح، يكون بعد ما قليتيه جيدا، ديري عليه الماء. هنا الماء يكون كمية معتبرة، لأن الدجاج من صفته أنه في سعي محنوك في سعي طيب. هكذا. إضافة إلى ذلك الجلبانة تكوني غسلتيها وطيبتيها، غسلتيها مليح. ضيفيها إلى الدجاج هذا وتخليها حتى تطيب. تكوني قد حضرتي البطاطا وقليتيها على جانبا. نحي كمية من المرق تاع الدجاج وتذوبي فيه كما حبيتي، قطعتين أو 3 قطع، الكمية اللي عندك من الجبن، أي جبن عندك. أنا استعملت الجبن العادي. هكذا تخلطها جيدا، ذوبيها مليح. البطاطا تكوني قطعتيها دوائر وتقليها وتقطريها من الزيت. تبي تحاولي انك تملي الطبقة الأولى بطاطا والطبقة الثانية جلبانة، ثم تعاودي ديري بعد ما ديري الجلبانة ديري الطبقة الأخيرة كذلك بطاطا. ديري في البلا هذا أو في المول تاع الفرن، وديري الجلبانة من الفوق كذلك طبقة بطبقة. ديري هذاك الجبن اللي خلطتيه مع لاصوص، ديريه من الفوق وديري عليه كمية قليلة من الزيت، وتبشري الجبن الموزاريلا أو اللي عندك، وديريه من الفوق. ديريها لأن هذا الطبق هذا ديريه يحمر في الفرن، ترفعيه إلى الفرن تخليه يحمر مدة تقريبا 30 دقيقة على نار من بين 50 إلى 60 درجة. نحي اللحم هذاك تاع الدجاج أو السقان تاع الدجاج، تقطريهم. طيب.
بعد ما خرجتي اللحم من المرق وخديت قطرتيه، ضربي البيض، وتجيبي الخبز اليابس مع البندقة والشابلور، ديري في الاول اولا في هذاك الخبز اللي كنتي رحيتيه، ثم ديري في البيض، ثم ترفعيه الى المقلاة حتى يتحمر، تكملي هكذا، ديري في الشابلور ثم في الخبز، ثم في البيض، ثم تقليه حتى تكملي كامل الكمية اللي عندك بنفس الطريقة. هذا الشابلور هذا تديري له قليلا من الملح والكمون حتى يكون الذوق تاعو مذاق جيد، والماء والبيض هذاك كذلك ديروا له قليلا من الملح. فهو في المقلاة حتى يأخذ اللون الذهبي. تحصلي على هذا الطبق، هو المرق ديريه جانبا، ولا تحطي اللحم وحده، والبلا هذاك تاع الجبانة تنحي كمية في صحن، ديري فوقها اللحم هذاك السيقان، تصفيه مصفى، زينيه بالكزبرة الخضراء. وهذا هو طبق اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم أخواتي. ماذا بيا أن تديروا الاشتراك وديروا جيم، وبارك الله فيكم.